بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا كمي منهج سعودي وأي منهج عربي. القانون بيقول قانون الأعداد المحصورة. خلي بالك أنا عندي نوعين، عندي 3، عندي 4. بص على السبورة. عدد الأعداد المحصورة بين، ساعة ما يقول لك بين س وصاد يبقى س ناقص صاد ناقص 1 اللي بينهم. طيب عدد الأعداد المحصورة من إلى، من السبت للخميس، يبقى س ناقص صاد زائد 1. طيب عدد الأعداد الزوجية، والله بتشوف آخر عدد زوجي ناقص أول عدد زوجي على 2 وبيزيد عليه 1. طيب عدد الأعداد الفردية نفس الكلام، آخر عدد فردي ناقص أول عدد فردي على 2 زائد 1. تعال ما نشوف كده. هناخد آخر مسألة معلش عشان نمسح السبورة واحدة واحدة، أو ممكن عادي نمسح واحنا ماشيين. كم عدد الأعداد المحصورة بين 4 و 98؟ عدد بين يعني هختطي، تمام؟ يعني هتبقى 98 ناقص 4 ناقص 1، يعني 98 ناقص 5 يبقى 93. شكرا، ده اختيار من متعدد اللي هو القدران. كم عدد محصور من 4 إلى 6؟ من عدد محصورة من إلى يبقى س ناقص ص زائد 1، يعني 98 ناقص 4 زائد 1. 98 من 4 94 1 يبقى 95 وشكرا، ده الاختيار بتاعي. طيب كم عدد زوجي؟ تعال بقى نشيل دول كده عشان نوسع. بيقول لي هنا كم عدد زوجي بين ايه يا سيدي؟ بين الثلاثة برضه بين. انت كده هتشوف احنا قلنا اول عدد زوجي هيبقى ايه؟ اول عدد زوجي هيبقى 4، واخر عدد زوجي 98. 98 دي اخر عدد زوجي، واول عدد زوجي هو 4 على 2 نزيد عليهم 1. طبعا 98 ناقص 4 يبقى 94. 94 على 2، 94 نقسمهم نصين يبقى في عندك هنا 4 وهنا 7 يعني 47 زائد 1 يبقى الحل عندك هيبقى 48. 98 على 2 فيها 47. طيب دي هي المسألة كم عدد زوجي. شيء عشان نوسع برضه في عندي هنا بيقول لي برضه كم عدد فردي. خلاص هنشوف امتى آخر عدد فردي. 99 دي كان آخر عدد فردي صح؟ أيوه يبقى 99 بس قال لك بين، لا بعد إذنك ما تاخدش بقى 99. يبقى احنا هنا آخر عدد فردي كان 97. جميل. واول عدد فردي ما تاخدش الثلاثه عشان قال لك بين، امال ناخد اللي بعد الثلاثه اللي هو الخمسه على 2 برضه نزيد عليه 1. 97 من 5 يبقى كام؟ 92 على 2 زائد 1. طبعا دي فيها 4 46 زائد 1 يعني 47. مظبوط كده؟ مظبوط كده. نشوفكم في فيديو اخر. طيب هنا بيقول لي قرأ محمد من صفحه 70 الى صفحه 20. خلي بالك من قرأ من عارفين اهي من يبقى س ناقص ص زائد 1، يعني هنقول له 70 ناقص 20 زائد 1. اعتقد هتطلع 51 صفحه. هو عايز قرأ كم صفحه من 70 الى 20. طيب هنا الاخيره برضه بيقول لي هنا ايه؟ في ولد اسمه محمد عليه الصلاه والسلام ترتيبه في الفصل 13، يعني الواد ده من الامام وكان ترتيبه من الخلف 19، يعني ترتيبه 13 من الامام، يعني جاب له 12 عشان 12 هو واحد 13. وترتيبه من الخلف 19 يعني كان بعده 18 واحد. كم عدد طلاب الفصل؟ سهله. عدد طلاب الفصل هنجمع ال 18 زائد ال 12 زائد الواحد. بس كده هتطلع 31 طالب. 31 طالب. واشوفكم في فيديو اخر.